السفره دي معموله بمزاج، دي سفره اركا. ليه معموله بمزاج؟ هنبص على الجزئيه دي، تعالى كده هنبص على الجزئيه دي الجزامه بتاعت. خدنا السفره وصممنا جزامه من نفس الروح، فيها نفس التجويفه، 5 ارفف، سوفت كلوز. سفرة أركا اخترنا كل حاجة فيها بعناية، زي مثلا مراية عسلي فاميه، الدورانات الموجودة معايا بنسبة صغيرة فيها، درجة لون الأوف وايت مع درجة لون الشامبين، واخترنا درجات معينة احنا اللي بندربها على ايدينا. الكيرف بتاع السفرة بتاعي فتح الشطف بتاعي، جزئية مفتوحة بالجنب، الجزئية الثانية الشطف بتاعي من هنا، معانا رف ومعانا الدرجين. كل استخدامات الدرج بتاعتي اتجاهاتها سوفت كلوز. الضرفه الثانيه الانسياب واخد الراوند اللي موجود هنا هو نفس الراوند اللي موجود معايا في البوفيه بدرجه لون الشامبين في المساطر بتاعته. معايا من الاخشاب الطبيعيه من الزان والكونتر. طبعا هنا انا بفرجكم على التفنيش، هنا القوايم بتاعتي الزان، طبعا الكرسي بيبقى كامل زان، الراوند بتاعه هو كرسي ملموم صغير واخد راوند، متاح برده تغيير معانا الكراسي. الترابيزه معايا هي قطعتين من الخشب بشكل مخروطي بنفس الشكل، القطر من تحت اكبر وبينزل على قطر اقل. حاطين له برده المرايه العسلي والازاز العسلي عاملين كونتراست جدا مع درجات الالوان الشامبين مع درجات الاوف وايت. سفره اركا اللي متواجده معانا متاح منها السفره، متاح منها الجزامه بتاعتها، متاح منها غرفه النوم. عملنا الثلاثه سيمتريه واحده، بحيث في ناس بتفضل فكره الروح الواحده للمكان كله، سواء كان من غرفه نوم او الريسبشن. اسال عن سعرها ومقاساتها دلوقتي في سامي مودرن، ومتاح تغيير المقاسات ومتاح التغيير الاقمشه ومتاح التكبير والتصغير على نفس شكل السفره.